وصفة تاع اليوم عبارة عن تحلية رمضانية بنينة بزاف. قوامها رائع ومقادير بسيطة وجد مضبوطة. يعني فيها 3 طبقات، طبقة تاع الكيكة تاع الموسكوتشو، طبقة تاع الكريمة، وطبقة ثالثة عبارة عن كلاصة الشوكولا يجي بنين بزاف ويجي لامع. يعني مع الكريمة هذيك مع واحد السر درناه، يعني زاد لها بنة على بنة. اكتشفوا معايا هذه الوصفة، شوفوا برك الفيديو من الأول لآخر هكذا باش تنجح معاكم. طبعًا درناها في هذا المول الأسطوري تاع 30 على 10 سنتيمتر. شوفوا القوام تاعها رائعة، سجلوها لرمضان بحول الله أكيد، أكيد حتنجح معاكم. طبعًا وإلا عجبتكم الوصفة ما تنسونيش بالجيم وتابوني في القناة وتدعموني بالبارتاج وتفاعلوا مع فيديوهاتي، وبدون إطالة نجوزوا طريقة التحضير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. تحلية بنينة بزاف ما تراطيوهاش. بسم الله نشوفوا مقادير الوصفة. عندي هنا حبة بيض تكون درجة حرارة المطبخ، عندي ربع كاس تاع سكر، كاس تاع 220 مليلتر، وقرصة ملح ونخلطه مليح بالفوي هكذا حتى يذوب لنا السكر، يعني يذوب مليح مع البيض يبدا يتغير اللون نتاعو. يعني كيكة هذه قد ما نخلطوا فيها قد ما الكيكة تجيكم خفيفة. هنا ضفت ربع كاس تاع زيت، طبعا كاس قياس تاع الكاس هو 220 مليلتر. نخلطوا مليح حتى ينسجم الزيت مع المكونات السائلة. ومن بعد نضيفوا ملعقة صغيرة تاع لافاني. هنا فانيليا استعملت سائلة، تقدروا تستعملوا بودرة. نخلطوها مليح تعطينا رائحة مليحة. ونضيفوا هنا ضفنا ربع كاس حليب. إذا درنا حبة بيض، ربع كاس سكر، ربع كاس زيت، وهنا ضفنا ربع كاس حليب. طبعا دايما نحط لكم مقادير الوصفة في صندوق الوصف. هنا ضفت ملعقة كبيرة تاع الكاكاو يكون بذوق ذوق اللي يكون مليح. نغربلوه طبعا ونحاولوا ندخلوا هذيك السوائل مع الكاكاو حتى يذوب لنا مليح الكاكاو. ويعني باش ما نديروش هذوك الكويرات، يعني حاولوا حركوا مليح بالفوي. طريقة سهلة بزاف. هنا درنا كاس معمر تاع الفرينة أو الطحين، الطحين الأبيض، وضفت معاه نصف كيس خميرة الحلويات، يعني ما يعادل ملعقة صغيرة. طبعا نغربلوا المكونات هذه الجافة ونحاولوا ندخلوا هذه الفرينة أو الطحين الأبيض ندخلوها مع السوائل، يعني طريقة سهلة. ندخلوا مليح هذيك الفرينة مع السوائل. كما قلت لكم راني شعلت على الفرن، شعلته ديجا، شعلته 10 دقائق من قبل باش يسخن على درجة 180 درجة. هنا نحاولوا ندخلوا الفرينة مليح حتى تولي ما تبانش كامل في الإناء. وهنا يعني مرحلة أخيرة نضيفوا ملعقة ماشي معمرة مليح، ملعقة كبيرة تاع الخل، خل أبيض أو أي نوع خل. الدور تاع الخل عبارة عن محسن، وأيضا يعني يخلي الكيكة تاعكم تجي خفيفة. أنا ملعقة كبيرة ما عمرتهاش مليح، يعني تقدروا ديروا غير ملعقة صغيرة. هنا طبعا قياس تاع المول تاعي هاوليك 30 على 10 سنتيمتر. طبعا دهنته بزيت ولا مارغرين كيما تحبوا وغبرته بالفرينة. هنا نفرغوا الخليط تاعنا، نفرغوه في هذا المول، ونسويو السطح تاعنا نسويه مليح ونخلوه يطيب. هذا الكيكة تاعنا طيب في الفرن على 170 درجة، يعني خلوها طيب، نقصوا شوية النار على 170 درجة. كي تحمر لكم في الجوانب وتطلع لكم، تدخلوا الموس إلى الموس خرج ناشف، معناتها كيكة واجدة راهي طيبة. وإلا ما مازال يعني خلوها طيب وزيدوا شعلوا لها غير شوية من الفوق وخرجوها. يعني شوفوا هنا تنفخت معنا الكيكة تاعنا، يعني جات خفيفة إسفنجية وهيلة. هنا مهم نخلوها تبرد تماما. إذا بالنسبة للكريمة الطبقة الثانية، عندي نصف كاس تاع شونتي مع نصف كاس حليب بارد يكون بارد. هنا درت نصف كاس شونتي، درت له غير شوية من الحليب. الباقي تاع الحليب حندير له 2 ملاعق كبار تاع الفلون. حنذوب 2 ملاعق كبار تاع فلون بذوق الفاني. حنذوبه في هذاك يعني اللي قاعد لي من الحليب في الكاس هكذا، يعني نخلطه مليح حتى يذوب لنا مليح الفلون مع الحليب. المهم الحليب يكون بارد باش هكا الشونتي تاعكم تنجح معكم وتطلع. هنا نحاولوا نخلطوا هذاك الخليط،
نخلطوه مليح هنا. والآن نحاولوا نطلعوا بالفوي بالباتور تاعنا، نحاولوا نطلعوا هاد كريمة الشانتيي نطلعوها مليح. يعني كما تشوفوا اللون تغير لأنه درنا فلان بذوق فاني. تقدروا تضيفوا فلان بذوق شوكولا بذوق فريز يعني كيما تحبوا. أنا خيرت ذوق الفاني يعني على حساب بما أنه الموسكوتشو درناه بني، ولذا خيرت اللون درتو فاني. تقدروا ديروه فريز أو شوكو كيما تحبوا. إذا نواصلوا التحريك. المهم هنا طلعوا مليح شونتيي تاعكم، يعني قد ما تطلعوها يعني 10 دقائق وانتم طلعوها يعني حتى تجيكم هكذا يعني متماسكه. هنا بعد ما بردت الكيكه تاعي نثقبها هكذا بعود خشبي، نثقبها مليح وراني رايحه نشربها بنصف كاس تاع الحليب. طبعا الكاس اللي بدينا به نكملوا به. هنا نحاولوا، هنا بردت الكيكه تاعي نحاولوا هكذا باش الكيكه تاعنا تجينا مشمخه ما تجيناش ناشفه. درت لكم شحال من وصفه تاع الكيكات راهم في قناتي وكلهم ناجحين، يعني ان شاء الله اللي التحقوا بينا ماذا بينا يزوروا القناه ويكتشفوا هذه الوصفات. برك من فضلكم دعموني بالتعليقات، يعني ماذا بيا تتفاعلوا مع هذه الفيديوهات. اذا هنا نرجع للفيديو. شوفوا هنا درت الكريمه تاع الشونتيي اللي طلعناها نضيفوها هكذا من الفوق ونحاولوا نسويو السطح، يعني طريقه سهله بزاف هكا كطبقه ثانيه فوق الكيكه. كما قلت لكم هذه التحليه بنينه بزاف، تقدروا تعتمدوها في رمضان ان شاء الله، ديروها سهراتكم جايه منعشه وجايه يعني تشهي. ان شاء الله تجربوها وكتبوا لي رايكم في التعليقات. ماذا بيا تفاعلوا مع هذه الفيديوهات، يعني تعطوا لي رايكم تجربوا الوصفات. يعني رايكم يهمني بزاف وتعليقاتكم. الجام هذاك يهمني بزاف باش فيديو تاعي يطلع ان شاء الله. هنا نجوزو الطبقه الثالثه تاع الكلاصاج. عندي ربع كاس حليب مع ملعقه كبيره شونتيي مع ملعقه كبيره تاع زيت. نحركو بارد في بارد وندوها فوق النار حتى يبدا يسخن يبدا يغلي الاولى نحيه. يعني الطريقه سهله بزاف. درت لكم شحال من نوع تاع الكلاصاج راهم في القناه. في كل كيكه كنت نبدل لكم نعطيكم شحال من طريقه تاع الكلاصاج. هذه طريقه تاني كبنينه يعني ان شاء الله تعجبكم. درت ربع كاس حليب، ملعقه كبيره تاع شونتيي وملعقه كبيره تاع زيت. حركتهم بارد في بارد وديتهم فوق النار يبدا يغلي غليه الاولى نطفي عليه. وهنا راني نبرد فيها. وهنا حنضيف 100 غرام تاع الشوكولا، اي نوع تاع الشوكولا اللي تحبوه. يعني كلاصاج هذا يجي لامع ويجي هايل في البناء نتاعو. هنا نحاولوا نذوبوا هذيك الشوكولا حتى ولا ما ذابتش معكم معليش عاودوا رجعوها فوق النار على نار قليله تذوب معكم. يعني شوفوا على الشكل اللي نتحصلوه، على الزيت اللي درناها مع شويه الحليب اللي درناه، يعني تجي مع ملعقه كبيره تاع الشونتيي هي اللي تعطيكم هذاك تانيك الخفه. هنا كمكون سحري اللي ضفته فوق الكريمه تاعي تاع الشونتيي درت له نواة كوكو او جوز الهند، حتعطيكم واحد البنه رائعه بزاف. يعني تقدروا طبعا هذا جوز الهند تقدروا تضيفوه مع الشونتيي ولا تقدروا ديروه هكذا من الفوق. انا درت من الفوق يعني نحب يعني نحس بهذيك لا تيكستور تاعو. كما نعرفوا جوز الهند جاي يعني ماشي حلو بزاف، يعني صامت شويه. مع الحلاوه تاع شونتيي حينقص لكم الحلاوه بزاف. كمرحله اخيره ضفنا الكلاصاج تاعنا من الفوق وجاء هايل هذا الكلاصاج. طبعا هنا غير بالعقل لانه لحقنا للمستوى العالي تاع المول تاعنا. يعني بالعقل برك حاولوا يعني مشيو الشوكولا تاعكم وهكذا خلوها تبرد تماما. وانا كتزيين اخير طبعا درت دي غوزاز هكذا تاع شونتيي درتهم هكذا على شكل وردات من الفوق بلا بوشادو. لكن نتوما زينوا واش حبيتوا، لا حبيتوا فاكهه لي فراز تفاح بنان ثاني كتجيكم هايله. هنا كيف التقسيم انا عطيت لكم يعني بعض لقطات من التقسيم هكذا باش تعاونوا روحكم. يعني شوفوني قسمت الثانيه ويعني حاولوا تدنوها هكذا باش تقدروا ترفدوها، لانه الاولى دائما شويه نتعذبوا معاها باش نحوها من البلاطو. شوفوا هنا انا راني نفلتها يعني نوري لكم كيفاش ترفدوها طريقه سهله. شوفوا هذا القوام تاعها يعني تجيكم شمخه هذه الكيكه والكريمه جات هايله مع الكلاصاج جاء لامع وجا بنين بزاف. يعني جات تشهي خاصه مع المكون السحري اللي ضفناه الجوز الهند اللي درناه فوق الكريمه. صدقوني بدل كامل البنه وعطانا بنه روعه مميزه.
طبعًا وما تجيكمش حلوة بزاف لأنه يعني مقادير قليلة تاع السكر، يعني حاولنا نقصوا شوية من السكر، وطبعًا مع إضافة اللي ضفناها تاع جوز الهند راح يعني ينقّص لكم شوية من الحلاوة. وهكذا لحقنا لنهاية الوصفة، إن شاء الله تكون عجبتكم فكرة تاع اليوم، وإلا عجبتكم من فضلكم دعموني باللايك، اكتبوا لي رايكم في التعليقات، اللي اشتركوا نقول لهم شكرا كثيرا، نقول لكم مرحبا بكم، واللي ما اشتركوش ماذا بيا يشتركوا ويكتشفوا وصفاتي راهم في القناة، كاين العديد من القنوات كلها ناجحة بحول الله تنجح معكم. يعني قد ما ديروا لي جيم وتكتبوا لي تعليق، قد ما الفيديو تاعي يمشي في اليوتيوب، وهكذا تطلع القناة تاعي. ماذا بيا يكون تفاعل مع فيديوهاتي، وإن شاء الله نزيد لكم المزيد من الوصفات في الأيام القادمة. لحقنا لنهاية الوصفات، نتلاقاو إن شاء الله مع وصفة أخرى بحول الله، وإلى اللقاء.